تمام، يلا بينا عشان حياتنا مش فيلم. برنامج خطير. محدش هيكتب لك سيناريو حياتك. نعم يا عم الرخم، نعم يا عم الشاطر. بقول لك ايه، لسه مخلص كتاب هيغير حياتنا للأحسن. كتاب ايه يا عم؟ انا ما بحبش اقرا كتب. ليه يا ابني؟ بقول لك كتاب هيغير حياتنا. يا عم هتلاقيه كتاب 300 صفحه وقصه عن امه وهي بتغير له وهو صغير. اصلا كتاب ملهوش لازمه وهيخليني ازهق من الكتاب قبل ما اوصل لنصه. احب اشوف فيلم، اسمع حاجه، سمعني. بص يا باشا، جات لي فكره. اتفضل يا عم قول، يلا انا سامعك اهو. مش انا قرات الكتاب؟ انا ما عنديش مشاكل اقرا كتب. يا سيدي عرفنا انك دحيح. قول. هقول لك، مادام انت بتحب تتفرج وتسمع، الخص لك الكتاب الطويل ده في كام قعده كده، وانت تستفيد وانا استفيد، وانا ان شاء الله اضمن منين انك مش هتضيع لي وقتي ويبقى كتاب فاضي ومفيش الا انت بس اللي اشتريته. هقول لك يا عم، مش هكلمك غير في الكتب اللي فعلا تهمنا، وعلشان نبقى اشخاص احسن، بس مش على المستوى النفسي بس، المستوى الحياتي، تدخل فلوس، تبعد عن النت ازاي. بص هلملك الدنيا كلها في كل كتاب. اذا كان كده ماشي زي الفل، بس بص ركز معايا ومش هتنام. يا عم توكلنا على الله، ساعتين جد كوبايه شاي صح؟ يا عم، ومن الاخر كده استنونا.